السوق بيكبر ولا بيتغير؟ افهم اللعبة صح مع البيستل اناليسيس. قبل ما تنزل منتج جديد او تدخل سوق جديد او حتى تعدل الاستراتيجي بتاعتك، اسأل نفسك هل انا فاهم البيئة اللي البيزنس بيتحرك فيها؟ وهنا يجي دور تحليل البيستل، أداة تخليك تشوف الصورة الكبيرة قبل ما تاخد الخطوة الصغيرة. يعني ايه بيستل؟ تحليل بيغطي العوامل اللي ممكن تأثر على السوق او على مشروعك من خارج الشركة او في البيئة الخارجية. رقم واحد البوليتيكال او العوامل السياسية، هل في استقرار سياسي، قوانين سياسية جديدة، دعم حكومي للصناعة بتاعتك؟ رقم اتنين الايكونوميك او الاقتصاد، العملة عاملة ازاي، حجم التضخم، القدرة الشرائية بتاعة الناس عاملة ايه؟ رقم ثلاثة السوشيال او العوامل الاجتماعية، السلوك الشرائي بيتغير، قيم المجتمع، اهتمامات جديدة أو فئة مستهدفة جديدة. رقم أربعة التكنولوجيا، هل في تقنيات جديدة ممكن تغير السوق، الأتمتة، الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا جديدة في الصناعة بتاعتك. رقم خمسة العوامل البيئية، هل منتجك صديق للبيئة، هل في قوانين تخص الاستدامة، اهتمامات الناس بالناحية البيئية زادت. رقم خمسة الليجل أو العوامل القانونية، هل في قوانين جديدة ممكن تأثر على التسعير، التسويق، حقوق الملكية أو البيانات. ليه تعمل البيستل اناليسيس؟ علشان ما تتفاجئش، السوق بيتغير بسرعة، ولو ما كنتش متابع العوامل اللي حواليك ممكن قرار بسيط يكلفك كتير. اعمل تحليل البيستل بشكل دوري، تحديدا قبل القرارات الكبيرة زي التوسع وتغيير التسعير أو دخول سوق جديد.